إن هذا الشخص أفضل واحد يحضر السم في هذه البلدة. ما حتاكل، أنا أوريك. واللي بجواره صديقه سعيد جدا بهذا السم. سوف يتناولون السم وماذا يحدث بعد الأكلة. ركز أنا حبيبي، هذا ملح. إنه يخلط السم بعناية لكي صديقه يكون مسعدا جدا. أقسم بالله ما حتاكل، يضرب. أكل جيعان أنت، قر كثير. إنه جعان جدا، حريص جدا على تناول هذا السم أكثر من صانع السم. حرك كذا مظبوط. يقول له لازم تحرك هذا السم بعناية لكي تتلذذ به. خلي في نجر الغرفة هذا ينفعك، ما حتاكل أصلا. أوريك كيف. يا صديق سورة جعانة. يبدو أنه صديقه مستعد جدا لتناول السم. يقول له أرجوك سريع. أرجوك سريع، وخر عننا، أرجوك سريع. صديق ما في كذا. يا أخي وخر، ما حد فاضي. إنهم يتشاجرون على هذا السم، من يريد أن يصنعه لكي يصنع التاريخ. والله تاريخ في وجهك والله. إنه يناول صديقه السم لكي يلقي حتفه. خلي حتفة هذه تنفعك. حتفه حسنا، وأنا سوف آكل معاه لكي ألقي كسرت يدك. يا أخي بجرب والله جعان، أقسم بالله جعان والله شديد. أنت من أول قاعد هناك سم وما سم. لا حشاك. إنه حشاك يا صديقي. إنه أفضل طباخ في هذه البلدة، وسوف يقسم لي. تكفى عزازي. والله ما عندي. سوف أقسم يقول باللغة العربية. لا مل زيادة. أحمد ربك إني طبخت لك بيض. ملح زيادة شيء أنا. هذا ما في رجوع مل كله. أحمد ربك عنه ما كل. يبدو أنه يتشاورون على هذا السم، من سوف يموت أول واحد. هذا سيبني شيف. أحمد ربك عنه، أحمد ربك. جرب أنت جرب. إيش ملح مرة؟ شوفوا مل. أنا زيك ملح، أنا بالقوة بلعتها بالقوة. زيك أنت مولع. كله ميل ما في رجوع. والله كان جالس كيس ملح. والله ما شاء الله. أحمد ربك أنتوا يا أحمد ربك. طب أنا حمد ربي على نفس إنه ملح مرة بكثر ملح. ليش كثرت ملح؟ والله يا حبيبي مو أنا حطيت مع البيض. بس والله لذيذ البيض. أول اللي ظلمك أنت صح. تدري طعم إيش؟ طعم بحر. أحمد ربك على النعمة. أحمد ربك. الحمد لله حامد ربي على النعمة. يعني أول مرة أجرب بيض بطعم البحر. كيف سويته ما شاء الله عليك؟ والله ما شاء الله. كيف سويتها ما شاء الله تبارك الله. يا ليتني خليكم متوا جوع. يا لو خليتنا نموت جوع أحسن شيء. والله كذا كأني سابح البحر. جماعة اللي يسأل عن المقادير سهلة جدا. بيضتين وعلبتين ملح. واحد يقول كيف سويتوا بيض بطعم البحر. مساكم الله بالخير عبر اذاعتكم الجميله. اسمع سؤالنا اليوم مستمعينا الكرام اينما كنتم عبر اذاعتنا، يقول لك هل انت تثق في طبخه صاحبك او تثقين في طبخه صديقتك اذا كانت مي طباخه؟ شكلها اذاعه علي. لا هذا دائما اشارك الناس. فقولوا لي يعني انا يعني اعرف واحد يحب يطبخ ملح. لا يا جماعه من جد، ترى يعني من جد يا جماعه بعيد عن الطقطقه. اذا كان صديقك ما يعرف يطبخ، وش النصيحه اللي تقدمها له؟ تقول له مثلا خلاص توب لا عاد تطبخ، ولا تشجع انه يصير يطبخ؟ يعني بكل صراحه، يعني انا اشجع من لي 4 سنوات. هذا الشخص 4 سنوات اشجع كل طبخه ملح. ما عمره يوم سوى لنا طبخه زي الناس. ما عمري يوم ما اكلت بطني معورني، واذا عورني بطني يقول ما عليك يروح. من دحين اقول لك اتعرف على واحد غير اللي حق عمر علاقه معاك. وش تعطيني مهله يعني؟ ايوه اديك مهله. مش مستاجر من عندك شقه؟ شوف لين تشوف لك شقه ثانيه. حسب عجبتك وضحكت. لا ما والله افكر فيه. شوف بفكر فيه. الحين مستاجر من عند واحد انت عارف، وتبغى تطلع يعطيك مهله. انت كذا تعطيني مهله، يعني من دحين اقول لك تعرف على واحد غير لان حق. لا اديك مهله تقطع علاقه معايا. ايوه نفس الشقه نفس الذبحه. يا اخي تحب تحطم الواحد يا اخي. يا اخي واحد بينجح تيجي تسقطه، واحد بينجح تيجي تسقطه. يا اخي انا خلاص اخذت قرار وقف على جنب. اخذت قرار؟ ايوه اخذت قرار خلاص ابى اعتزل معاك. كيف؟ خلاص ما عاد ابغاك. كيف يعني العشرة تنقطع؟ ايوه. لا والله لا ما اقدر يا عزازي. لا خلاص انزل تعال تاكسي يلا روح تاكسي. تعال تاكسي يلا روح تاكسي. ها انت كنت قلت ما ابغاك الحين قلت. ايوه طيب نزلني. لا تعال تاكسي حبيبي تعال تاكسي. حلو ذي تقطع مع علاقه وصلك بعد. طيب خلاص نرضيك. وش يرضيك؟ ابى اسوي اليوم باستا
والما يعجبك الطعم. ايه ايش قاعد تقول انت؟ انت مجروح ترى، انت قاعد تقول كلمه. ايش قاعد تقول؟ اذا ما يعجبك الطعم ايش؟ يعني ما عجبك الطعم حق المكرونه تستحمل. يعني لو ملح نستعملها؟ ايوه. طيب خلاص ابشر، خلاص هذا يرضيك يعني؟ حتى لو ملح المكرونه تتحملها، حتى لو ملح تتحملها. طيب اساس ترى انت تكثر ملح في الطبخ حقك والله. ماني شغل اتحملها. الى متى تتحملها؟ لين تخلصها. يا ابوي ارجع من الجروح، ارجع من الجروح. جيب لنا ضغط يا اخي، طبخك كله ملح ترى. انا ما ابغى اشرحك يا اخي، ما ابغى احطمك يا اخي، لازم تبطل الطبخ، ما تعرف تطبخ والله. والله هو طبخك كله ملح، اقسم بالله كل طبخه قلت لك 5 سنين هذه متحمل وانا قاعد اكل ملح. خلاص يا اخي توب يا اخي. ماني تعب يتحمل. ايه رايك يا باشمهندس؟ حلوه جدا، بس حنعمل حاجه ما حد عملها. حتعمل ايه يعني يا باشمهندس؟ والله عملنا حاجات كده وحتشوفها في الأخير. متى يعني تقي؟ ايش حتشوف في الاخير يا باشمهندس؟ حتشوف حاجات حلوة جدا. تعال يا ابني، تعال. عايزين اليوم نخلص. كفو باشمهندس، سوء استفسار بس بسيط عندك ما شاء الله. هلا. كلمنا عن العقار. العقار هو روح حياتك، يعني انت معك روح إيه؟ انت تبنيها. يا باشمهندس، فهمت علي؟ انت كم لك سنه في العقار ما شاء الله ولا باشمهندس؟ لي كثير. كم بيت هديت؟ لا مهندس مش وقته هزار. ومش وقته، وش وقته ايش؟ غزار. غزار طيب. كنا نتفق جدا عادي. كفو باشمهندس، كفو يا ابني هو في هزار يا ابني، روح اشتغل يا ابني. الله يهديك الله يهديك. باشمهندس هزار هذا مو لاعب تشيلسي الاول. الله يهديك. كفو باشمهندس. طب باشمهندس انت كم لك يعني انت تحب العقار ولا تحب المطاعم صراحه؟ والله الاثنين. الاثنين؟ معلش. مين اكثر واحد ياخذ باله منك؟ والله لك. شكلك بتغار قوي يا باشمهندس. والله ما غرش منهم، بس طريقة قديمة. قديمه؟ اوف قديمة. يعني انت يا باشمهندس لو تنزل تسوي احسن منهم؟ اوف. ايش؟ حتشوف البيت يطول صح 50 سنه قدام عشان تخلص. طب باشمهندس ايه الطريقه بتاعتهم؟ مالها الطريقه بتاعتهم؟ والله شوف الطريقة. ايه اعماد. ايه الطريقة مش حلوة. اعماد يعني انت تبي تحط مربعات يعني ولا مثلثات؟ يعني اكيد انهم يحطون